ازيكم؟ جاي اتكلم النهارده معاكم عن بوست كنت نزلته، كان بيتكلم على فكرة ان انا دايما افكر نفسي بان يمكن الاستغناء عني، وان مفيش حاجة هتحصل في الدنيا لو انا ما كنتش موجودة. هل ده معناه ان انا ماليش لازمة يعني، او ده معناه ان انا ناخد كل العلاقات ان هي علاقات سطحية او علاقات مش ذات عمق؟ لا بالعكس خالص. فكرة ان انا يمكن الاستغناء عني او اي شخص يمكن الاستغناء عنه، او ان انا مش موجودة على طول، ده بيخلي فيه نوع من انواع التوازن الداخلي والخارجي. الداخلي بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا مثلا معتمدة ان انا ولادي ما يقدروش يستغنوا عني، ولادي ما بيعرفوش يعملوا اي حاجة من غيري. اولا انا طلعت اشخاص اعتماديين، اشخاص مش بيعرفوا يعتمدوا الا على الام. طيب تاني حاجة، ولادي ليهم مرحلة وهيكبروا، وهيبقى المفروض ان هم ليهم حياتهم المستقلة. هتبقى المرحلة دي من اصعب المراحل اللي ممكن تمر على الام. ليه؟ هي عايشة فترة من الزمن، هي اللي بترتب كل حاجة، هي اللي بتنظم كل حاجة، هي اللي بتدي قرارات في كل حاجة. اولادها ما هم غير بينفذوا الاوامر. خلينا نقول هينتقلوا لمرحلة ان هم هيرتبطوا بشريك للحياة. طيب ايه بقى الوضع؟ المفروض يكون ليه بيته، ليه قراراته، ليه في شريك مع حياة، سواء بنت او ولد ليها شريك للحياة. ايه الوضع؟ انا دوري هنا ايه؟ هنا بيحصل للأم خصوصا او للأب يعني، بس هي الأم خصوصا بيحصل لها دروب جامد، صدمة جامدة، من بعد ما هي كانت بتدي كل القرارات في حياة ابنها او بنتها، بتقول على كل حاجة، لان في طرف ثالث بقى في الموضوع. وتبدأ من هنا الخناقات والصراعات اللي احنا بنشوفها. طيب في حالة ان لا ما ارتبطش بحد، بطلع شخصية اعتمادية، واي علاقة فيها الشخصية الاعتمادية فهي علاقة مؤذية، وعلاقة محدش بيستحمل الشخصية الاعتمادية طول حياته. هيبقى محتاج ان هو يعبر عن نفسه، محتاج ان هو يقول رأيه، يا اما هيبدأ يعارض الاهل معارضة شديدة، لان انا عايزة اعبر عن رأيي وانا هقول لا على رأيكم لمجرد ان هو رأيكم، وده اللي بيحصل في حالات كتير. طيب بتكلم كمان على التوازن الداخلي. التوازن الداخلي هو انا لما ابقى طول الوقت بذكر نفسي ان انا لا، انا يمكن الاستغناء عني. ده بيعمل لي بالانس من حته القلق الزايد على الاولاد، من حته ان انا مفيش حاجه اسمها الحياه هتقف من بعد فلان او من غير فلان. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. الحياه بتمشي، والحياه بتمشي ممكن بتبقى افضل كمان من وجوده او من اللي هو معتقد ان هو يعني المسيطر على الحياه. لا، ربنا خلقنا اسباب في حياه بعض. بمعنى ان لو شخص هيتعرض لاذى، هو هيتعرض لاذى سواء انا موجوده او مش موجوده. شخص هيتعرض لحاجه كويسه او هيبقى فيه نجاح في حياته، هو هينجح سواء انا موجوده او مش موجوده. انا مجرد سبب. كون ان انا مجرد سبب ده بيخلي هدوئي، بيبقى فيه هدوء نفسي، بيبقى فيه توازن نفسي، بيبقى فيه توازن في العلاقات كلها. اي علاقه هتقوم ان طرف معتمد على الطرف الاخر، مفيش حد هيفضل يعني، تخيل كده، مفيش حد هيفضل شايلك طول العمر. عندنا مثال مثلا الام، طول ما ابنها طفل صغير بتفضل شايلاه. اول لما يبدا يكبر تبدا هي بغريزتها الطبيعيه تبدا عايزه تسيبه يتحرك، ياخد نفسه، احنا نقول عظمه يشد شويه، يبدا يحبي. هل معنى كده ان انا الام كده ببقى خلاص تخليت عن مسؤوليته؟ لا بالعكس. لما بتلاقي الطفل بدا ان هو يحبي، الام بتبقى مبسوطه وبتبقى فرحانه جدا، بتامن له البيئه اللي هو هيحبي فيها، بس بتبقى مبسوطه. طب لو شفنا ام شايله ابنها على طول، اي حد فينا هيروح يقول لها لا سيبيه عشان يتعود ان هو يعتمد على نفسه، سيبيه عشان يعرف يتحرك، مش كويس على عظمه. يبقى الحمايه الزايده والتكتيف الزايد، وان انا افضل شايله ابني عشان ما احميه من كل حاجه في الدنيا، مش هي ده الصح. طب ايه الصح؟ الصح ان انا اعلمه الصح والغلط، واخليه في حاله من حالات الشراكه، ناخد وندي مع بعض. طب ايه رايك؟ وهكذا. يبقى في شراكه مش في اعتماديه. طيب هل ده معناه ان انا لمرحلة ما ماليش لازمة؟ لا، انا اثناء ده وانا ببدأ شوية بشوية ادي صلاحيات لابني ان هو لا اعمل كذا واعتمد على نفسك في كذا، ببدأ انا بقى اشوف كان عندي ايه هوايات، كان ايه عندي حاجات انا بحبها. يبقى هنا فيها توازن، ابقى فاهم ان انا دوري في حياة اولادي مرحلة، بعد كده هم هيبقى ليهم حياتهم الخاصة. ده هيجنبني مشاكل كتير. طيب بالنسبة للأزواج أو لشريك الحياة،
دوري معاه برضو فكرة الشراكة، انما فكرة ان طرف من الاطراف معتمد اعتماد كلي على كل حد هو اللي بيقوم بكل حاجة، دي من اسوأ العلاقات، من اسوأ العلاقات. لان فين هنا الشراكة؟ ده انا كده يعني كأن انا عايش كده لوحدي. فين هنا الشراكة؟ فين هنا تحمل المسؤولية مع بعض؟ فين هنا اتخاذ القرارات مع بعض؟ فين كل الكلام ده؟ هتيجي برضو المرحلة من المراحل واحس ان انا لا، مش ده اللي انا كنت عايزه، انا عايزة حد بقى يشيل عني شوية. وده برضو اللي بيحصل، تلاقي في بعض الازواج والزوجات بعد 20 و30 سنة ويبدأوا يقول لك لا خلاص انا تعبت، لان مش ده الطبيعي، مش ده المنطقي. فكان الهدف من كلام فكرة ان انا دايما افكر نفسي ان انا يمكن الاستغناء عني، حماية ليا وحماية للاخر. حماية ليا انا ما اصدمش، ما اقعدش اقول ان في حد هو كل حاجة في الحياة. احنا ربنا خلقنا لوحدنا وهيرجع ياخدنا برضو لوحدنا. فده حقائق، دي حقائق ثابتة، هنتعامل ازاي مع هذه الحقيقة؟ الافتراضات بقى اللي احنا بنتكلم فيه ان هو شخص مش هقدر اعيش من غيره، او هي مش هقدر اعيش من غيرها، او كل الكلام ده، نبدأ ندرب نفسنا ان يمكن الاستغناء عنا عشان نربي جيل ونربي اولاد عندهم ثقة بنفسهم وعندهم اعتمادية وعندهم مسؤولية، ويبدأوا يتحاسبوا على المسؤوليات اللي هم بياخدوها. ما يبقاش شخص كبير ومش عارف ياخد قرار في حياته، او مش عارف ينظم حياته، لان طول السنين اللي فاتت والدته او والده هو اللي متحمل المسؤولية دي. طب وده هيبدأ ياخد قرارات امتى؟ وده بنشوفه كتير جدا. حابة اسمع منكم سمعتوني ازاي، وعارفة وعايزة اعرف تعليقاتكم. والبوست بتاع ان احنا يمكن الاستغناء عننا، وان احنا فكرة ان احنا الدنيا هتقف من غيرنا، دي فكرة مؤذية لينا ومؤذية للاخرين. عايزة اعرف سمعتوني ازاي وتعليقاتكم ايه، واشوفكم على خير. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حزة.